عطوني ونحط ليه حتى شنو لقيت عند البوليس في تليفونه. فاش دخلت الشرطه عطوني التليفون ديالو دخلت، لان هو يجزم في الاوديوات والفويسات انه لديه صور حميميه ديالي وعنده فيديوهات حميميه. فالشرطه كما كان كيقول بعض الصفحات انه عنده بزاف ديال الاشياء اللي لا نشرها ليا غادي تكون فان كارير ديالي. وهذا الشيء انا راه كما قلت لكم كنجري نقلب على خدمه وقلبت ليه وقال لي عمر ومصيفط لي الكونطرا. كنت غنشري لي ايفون لانه تليفون كنهرس، كنت غندير فيديو في اليوتيوب باش نفرحو. كان غيمشي معايا لتركيا للاسف الشديد، كان غيمشي معايا لتركيا هادشي كامل باش جزائي. ولكن كما قلت لكم الا بغا نحط ليه الدليل ونحط ليه حتى شنو لقيت في تليفونه، رغم انه هذاك الشيء كيتعلق بحياته الشخصيه وما بغيتش ندخل فيها، ولكن والله ثم والله ونزيد نسمع شي حاجه اللي حتى غنشوهك. الا بغيتي الشهره انا غادي نعطيك الشوهه، ما غاديش تلقى مازال فين تحط وجهك، لا في المغرب لا برا المغرب. اوكي يعني مازال دابا في هذه اللحظه هذه كتوصلني الهضره كيقول لهم حكا راه انا طلقوني حيت ما لقاو عندي والو. اعترف لي الحمار، اعترف بالجميل، اعترف انني رديتك من ابواب السجن على وجه امك وعلى وجه خوتك اللي مساكن درت بوجههم، اللي سبحان الله تقول انت منكرش وهما منكرش، وانت اصلا الخبث باين لك في عينيك. اصلا الناس كلها كتقول لي هذاك الانسان خبيث، كل الناس دابا كلشي اصلا قالوا لي الغضب باين في عينيه من الاول. وانا سبحان الله امي من النهار الاول وهي كانت كتنبهني عليك، كنقول لا يمكن هذا دري صغير مازال طايش، مازال هذا نتعاون معاه نعاونو، فهمتي نوقف معاه. وكنت بزاف د الحوايج كنت باغا نديرهم لك، اقسم بالله. لا الشرطه براسهم فاش قالوا لي مالك انت مسخوط الوالدين، مالك مسخوط لهنا، وريتهم الكونطرا وريتهم داكشي كامل اللي كنت بغيت ندير على ودو وشنو كيفاش كنت كنعتبرو انا بحال خويا الصغير. هو باك كيحفر ليا وباك كيهضر عليا في المجالس، كيدير المعاف على ظهري، وباك كيقول لهم راه هو نسيبنا، شي كيقول لي راه هو خونا من بانا، شي كيقول لي اش الدور على الناس. الوغ كنت اسخر نانا بالله بالشرع، انا بالله بالشرع تكونش راه ما بلغتش وعطيتك اكثر من حجمك باش اني ندير ستوريات، ولكن حيت ما بغيتش تغلط، حيت عرفتك